حبايبي مرحلة ابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. زي كل مرة اتعودنا ناخد 3 حروف في كل حصة. النهاردة أول حرف هناخده هو حرف التي. ده حرف التي، ده الكوجيس الشبه النشتي، مفيش اختلاف بينهم. حرف التي ده حرف مركب. كلمة مركب يعني بننطقه كأنه حرفين لازقين في بعض، بننطقه تي زي ما هو، يعني حرف التي بننطقه تي. غير حرف الطاف اللي كنا خدناه قبل كده، قلنا الطاف ليه 3 أصوات، ت وط ودال. طيب حرف التي ده بننطقه تي زي كلمة ايه؟ يوتي. يوتي اللي هي اباء، جمع اب، يوتي اباء. يبقى ده حرف التي بننطقه تي، وده حرف مركب. تاني حرف هناخده هو حرف الإبسي. حرف الإبسي ادي الشكل النشتي وادي الشكل الكوجي. حرف الإبسي ده حرف برضو مركب. قلنا حرف مركب يعني كأنه حرفين لازقين في بعض، بننطقه ب وس. بس، بننطقه بس. بس البي تقيلة. يبقى حرف الإبسي بننطقه ب وس زي كلمة بسيشي. بسيشي. وادي حرف الكي نطقناه شين عشان جه بعده حرف متحرك للكسر زي ما خدنا في حرف الكي قبل كده. يبقى تاني حرف هو حرف الإبسي. حرف الإبسي بننطقه ب وس مع بعض، ب تقيلة، زي كلمة بسيشي. بسيشي اللي هي نفس. يبقى خدنا حرف التي بننطقه تي حرف مركب، حرف الإبسي بننطقه بس وده حرف مركب. تالت حرف هناخده النهارده هو حرف الغمة. حرف الغمة. حرف الغمة ليه 3 أصوات زي حرف الطاف اللي خدناه قبل كده، وحرف السيما اللي خدناه قبل كده، وحرف الكي. ده حرف الغمة. حرف الغمة ليه 3 أصوات. بننطقه نون لو جه بعده حرف حلقي. يعني حرف حلقي يعني حرف طالع من الحلق. طب ايه هي الحروف الحلقية؟ هم 4. عندي الحرف الغمة نفسه ده حرف حلقي، وحرف القبة، حرف الكي، وحرف الاكسي. طيب لو جه بعده حرف حلقي بننطقه نون زي كلمة ان. ادي حرف الغمة اهو نطقناه نون. ان جيلوس يعني ملاك. ادي الاولى نطقناها نون. الحرف الثاني هو غمة برضو، بننطقه ايه؟ بننطقه جيم. بننطقه جيم لو جه بعده حرف متحرك للكسر. ايه هي الحروف المتحركة الكسر؟ اللي هم الابسلون، الاي، الايتا، اليوتا. زي كلمة انجيلوس انا كتبتها لكم مرتين عشان فيها مرة بننطقها الاولى نطقناها نون عشان جه بعده حرف حلقي اللي هم الاربعة، واحد من الاربعة دول جه الغمة. التانية نطقناها جيم عشان جه بعديه مين؟ جه بعديه حرف الاي، وده حرف متحرك للكسر. يعني كأني الغمة بننطقه نون لو جه بعديه حرف حلقي، لو بننطقه جيم لو جه بعديه حرف متحرك للكسر. ما جاش لا ده ولا دول ولا دول، يعني لما جاش اي حاجة من الثمانية دول بننطقه غين زي كلمة طغمة. طغمة اللي هي طغمة، طغمة زي طغمة من الملائكة يعني. يبقى النهارده حرف التي بننطقه تي، حرف الإبسي بننطقه بس، حرف الغمة ليه 3 أصوات. بننطقه نون لو جه بعده حرف حلقي، بننطقه جيم لو جه بعده حرف متحرك للكسر، بننطقه غين لو ما جاش ولا واحد من دول.